انا كنت مشارك في عمليات شق الجبال عشان نعمل السد العالي في اسوان. احنا بقى اصبح عندنا مواتير تكفي لتطفئه حرائق قاره افريقيا بالكامل. الحقيقه ان الخط كان فعلا خط صعب ولكنه ما كانش اختراع. بتحرك كل ده وترجعه تاني من 12 ل 15 الف جندي مصري على شرق القناه، 7 كيلو متر في عمق شرق القناه، جنود من اداريات يعني تسليحهم خفيف ومواطنين عاديين جدا ما لهمش تسليح اصلا. لذلك ده كان رقم 6، ده كان رقم مهم جدا. ايه بقى خط بارليف؟ هحكي لك، اصبر عليا. طبعا بحكم المعلومات اللي عندك انت فاهم ان خط بارليف كان هو مجرد شويه الرمل اللي موجودين على الناحيه الثانيه من القناه، انما الحقيقه ده يعتبر 10% من قوه خط بارليف بس، وما خفي كان اعظم. تعال الاول نشرح خط بارليف ده كان فين. احنا هنا كده في غرب القناه، ودي قناه السويس، مانع مائي طبيعي يمنع مرور الشاحنات والحاجات الكبيره، والناحيه الثانيه موجود الجيش الثاني. طيب عشان الجيش ده يحمي نفسه بيعمل ايه؟ عمل ساتر ترابي بارتفاع من 18 ل 20 متر طول القناه، كانت احيانا بيوصل لارتفاع ل 25 متر، وعملوا بواجهه مايله عشان تمنع تسلق اي جندي. ده الجزء اللي انت عارفه عن خط بارليف. نخش بقى في تحصينات خط بارليف. ورا الساتر ده كان في شبكه حصون قويه، كل حصن بيكون موجود من مواد خرسانيه وفوقه مواد خرسانيه علشان يحمي الجنود اللي جواه من اي قصف جوي او قصف مدفعي. من داخل الحصن ده كان في فوهات او فتحات موجهه جوه خط بارليف عشان يقدر الجنود يصوبوا على اي حد واقف الناحيه الثانيه. كان بين كل نقطه ونقطه في اسلاك شائكه والغام وخنادق، يعني كانوا عاملين بقى حاجات كتير. بارتي جوه الناحيه الثانيه. جوه القناه بقى الميه دي كانوا مجهزين انابيب بتضخ مواد حارقه علشان لو لقوا ان في تعدي من الناحيه الضفه الشرقيه للضفه الغربيه ينشروا المواد الحارقه في المانع المائي الطبيعي ده، فيخليك ما تعرفش تعدي منه. فلك ان تتخيل ان انت جندي واقف على الناحيه الشرقيه عايز تروح تعدي الناحيه الغربيه، ربنا كرمك وعديت الجزء المواد الحارقه، تفاديت كل النقط الحصينه، سبت الالغام، سبت الاسلاك الشائكه، قدر ربنا يوفقك ان طلعت فوق الجبل ده وساتر الترابي بالميل الهايل ده. تلاقي ايه فوق بقى مستنيك؟ ورا الجبل كان في خط مدفعيه، وراهم خط دبابات، وراهم خط للافراد، وده علشان الثلاث خطوط يدعموا خط بارليف في حاله هجوم اي خصم من ناحيه ثانيه. فانت لو كنت طلعت فوق على خط بارليف ومستعد خلاص انت عبرت، فانت كنت هتلاقي كل الحاجات دي بتقابلك. طب نسال سؤال تاني، هل الموضوع كده بقى مستحيل؟ نفذت قواتنا الجويه مهامها بنجاح واصابت مواقع العدو باصابات مباشره. تخيل بقى الجندي المصري حقق ما كنا نظن مستحيل. تقول لي ازاي؟ اقول لك، اولا عايزين ندرب الجندي انه يطلع فوق الجبل ده، بنينا خطوط شبه خط بارليف واعلى منه واشد ميول. بدات الجنود تتدرب واحده بواحده، بدات يبقى في جنود بتطلع اسرع وجنود ابطا، فنرمي حبال من فوق عشان الجنود الثانيه تطلع. طب ما نعمل سلالم بالحبال ونفردها على طول الساتر الترابي عشان الجنود الباقيه تطلع. فمن التدريبات واحده بواحده وصل ان كل جندي بقى بيشيل معده في حدود نص طن ويطلع بيها الارتفاع الكبير ده. طيب احنا الحمد لله نقدر دلوقتي نخلي الجنود تطلع. في عندي ورا خط دبابات ومدافع، هيقابلوها ازاي؟ انا عايز اطلع الدبابات من الناحيه الثانيه. اللواء باقي زكي يوسف اقترح القياده المصريه اقتراح مهم. قال لهم يا جماعه انا كنت مشارك في عمليات شق الجبال عشان نعمل السد العالي في اسوان. كان الاجانب بيجيبوا المضخات يحطوها في الميه بتاعه النيل ويضخوها على الجبل، يشقوا الجبل عشان نعرف نفجره. فانا عندي اقتراح ان احنا نجيب المواتير دي وناخد الميه اللي في القناه ونعمل فتحات في الساتر الترابي ده. الفكره عجبت القياده جدا. طب عندهم اسئله، نجيب الميه منين؟ ما هو من القناه، هي الميه تخلص في القناه؟ استحاله عشان ده مرج بين بحرين. طب نجيب المواتير دي منين؟ المواتير دي موجوده في المانيا وانجلترا. طب نستوردها ازاي؟ جالهم اقتراح، احنا نبعت وزاره الزراعه تستورد من المانيا وانجلترا المعدات دي، ويكون السبب عشان نطفي الحرائق. من كتر المواتير اللي احنا جبناها اتبعت لنا فاكسات من المانيا وانجلترا ان احنا بقى اصبح عندنا مواتير تكفي لتطفئه حرائق قاره افريقيا بالكامل. حاجه اخيره، طب احنا دلوقتي ودينا الدبابه، عرفنا الجندي يطلع ازاي، هنوديهم ازاي بقى؟ ما احنا عندنا المانع الميه ده قلنا ان فيه مواد حارقه. وهنا ده جاي الاقتراح الثاني، احنا ننزل الضفادع البشريه من الجيش المصري تسد كل الانابيب. يجي اقتراح للمهندسين العسكريين يقول لك طب وليه انا اسد الانابيب؟ طب ما نقطع اصلا مكان توصيل الانابيب دي. ودي عمليه جريئه جدا قام بيها حوالي 50 ضابط، انا مش عارف الرقم بالظبط، في حاجات قالت 50، حاجات قالت 150، حاجات قالت 200، فخلينا نمشي على الرقم اللي الناس كلها اتفقت عليه اللي هو 50 ضابط. نزلوا في الميه وقطعوا الخطوط اصلا من بدايتها، من مخازن المواد الحارقه اساسا. هندسه تخريبيه، بخرب الموضوع من اوله. وانا عايز اعرف هو الموضوع ده ليه بدايه؟ ما تيجي نبوظ الموتور ده عشان ما ينزلكش حاجه، او نفضي الخزان ده عشان ما ينزلكش حاجه. في الوقت بقى اللي القياده عماله تفكر في كل تفصيله وكل واحد كل خطوه وكل حاجه، كان الاعلام الخوارزمي بيقول ان خط بارليف ده استحاله يتدمر الا الاتحاد السوفيتي وامريكا ويضربوه بالقنبله الذريه، وساعتها هينهار من 24 ل 48 ساعه. واحد يقول لي بس برضه من حقهم، ما هو خط
قوي كده واختراعهم، فلازم يبقوا مبسوطين بيه. اقول له الحقيقه ان الخط كان فعلا خط صعب، ولكنه ما كانش اختراع، كان ملطوش الخط كان اشبه بخط ماجينو الدفاعي اللي عملته فرنسا عشان تواجه المانيا في الحرب العالميه الثانيه. طبعا انا قلت لك في اول الحلقه ان الجنود الخوارزمي قواتهم شاركت في الحرب العالميه الثانيه. المهم المانيا دخلت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه، عشان لو انت يعني مش عارف القصه دي بنحكي لك بعدين بقى، ده قصه ثانيه. حاولت قوات معاديه الاستيلاء على جزء من اراضينا غرب القناه وقد تصدت له. طب احنا دلوقتي خططنا ورتبنا فكرنا، فاضل ايه؟ ركز معايا بقى في اللي جاي، عشان اللي جاي ده ملوش زي. في شهر مارس شهر 3 1973 امر السادات الجيش المصري انه يتحرك على القناه. الجيش المصري طلع يتحرك على القناه، بقى واقف مستعد. جيش الخوارزميات مستعد، الناس كلها مستعده، الطيران الخوارزمي في الجو. السادات امر يلا ارجع. الجيش المصري قال له طب طلعتوا ليه؟ في شهر 8 1973 السادات يؤمر الجيش المصري يتحرك. الجيش المصري يطلع على القناه، الجيش الخوارزمي مستعد، الناس تستعد، طيران نطير. الجيش المصري السادات يقول لهم ارجع. وبعدين بقى الناس دي جايه ليه؟ جايين تهزروا، انتوا جايين تهرجوا. وخد بالك ان التحريك ده غالي جدا، انت بتحرك جنود بالالاف، بتحرك مؤن اكل وشرب وجاز، بتحرك دبابات بتمشي على جنازير محتاجه صيانه، بتحرك ذخيره، بتحرك دكاتره، بتحرك كل ده وترجعه تاني، وتحركه تاني وترجعه تاني. فبالتالي التحريك الاخير اللي كان في اكتوبر الجيش الخوارزمي اصلا ما اهتمش بيه. انتوا كده كده يا جماعه ما بتحاربوش، ده انتوا كمان في رمضان. انتوا في رمضان اساسا بتشتغلوا يا دوب 6 ساعات. ما هم كانوا 6 ساعات فعلا. ويوم 6 اكتوبر الساعه 2 تصدر الاوامر للقوات المسلحه ان دي ساعه الصفر وهنبدا الحرب. الحرب بدات على الجبهه المصريه والجبهه السوريه، احنا هنتكلم النهارده على الجبهه المصريه فقط. خليك معايا بقى في اللي جاي. الساعه دلوقتي 2 الظهر هجم الجيش المصري اول هجوم ليه، ولمده 53 دقيقه متتاليه هجمت المدفعيه المصريه بضرب كل المناطق الحصينه اللي على خط بارليف. 2000 مدفع شاركوا في الموضوع ده. القصف كان الاعنف في تاريخ المدفعيه في الوقت ده. الساعه دلوقتي بقت 3، هيبدا يتحرك 8000 جندي مصري في قوارب في قناه السويس بعد ما تم تامين قناه السويس من المواد الحارقه اللي كانت ممكن تطلع فيه. وده معناه انه هيكونوا 8000 جندي على الناحيه الشرقيه للقناه، هيواجهوا كل النقط الحصينه وكل النقط اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وينجح ال 8000 جندي وهم يطلعوا على خط بارليف. وبداوا الاشتباك مع كل النقاط الحصينه المتبقيه على خط بارليف، ومن ضمنها الدبابات. في نفس الوقت بدا سلاح المهندسين وبسرعه يحطوا المضخات بتاعتهم في قناه السويس عشان يبداوا يعملوا الثغرات اللي عايزين نعملها في خط بارليف. الساعه دلوقتي وصلت 4، عبر من 12 ل 15 الف جندي مصري على شرق القناه، بيقابلوا بصدورهم الدبابات على الناحيه الثانيه. جنود كتبوا ببساله وشجاعه كبيره جدا القوه الشديده عشان يقابلوا كل الدبابات دي. انت بتخلي الجندي طالع بيقابل الدبابه، ونجحوا الجنود ان هم يقربوا مسافه المعركه. دلوقتي لو الجندي هنا والدبابه هنا فالضرب سهل، انما لما نقرب المسافات بيبقى الضرب صعب. فنجحوا الجنود ان هم يضغطوا على الجيش الخوارزمي عشان يبدا يتراجع الجيش الخوارزمي من الجنود المصريين. الساعه دلوقتي وصلت 5، ووصل عدد الجنود على شرق القناه ل 20000 جندي، وبدات تدخل بعض مدافع مضادات الدبابات واتثبتت كويس جدا، وبدات تحمي الجزء اللي اخده الجنود وخلاص خدوه، اللي هو كان تقريبا وصل لحوالي 7 كيلومتر في عمق شرق القناه. الساعه 6 بدات تعبر اولى دبابات الجيش المصري على شرق القناه. عبر الجيش المصري تماما الساعه 8. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. 6 ساعات من القتال العنيف. الخطة كانت ان الجيش يقف على حدود من 10 الى 12 كيلو متر من شرق القناة فقط، لان دي مظلة الصواريخ بتحميه. بمعنى ادق دلوقتي احنا عرفنا من الاول ان اللي بيسيطر على الجو هو اللي بيسيطر على الحرب، فبالتالي كمية الصواريخ اللي موجودة الناحية الثانية في غرب القناة تقدر تغطي لغاية 12 كيلو متر فقط على شرق القناة. وعشان نبقى نحفظ الجنود اللي موجودين دول ما ينفعش تتقدم عن كده، لازم ترجع. ولكن بسبب حماس الجنود المصريين وصلوا ل 18 كيلو متر في شرق القناه. الجنود بداوا يجروا ورا الدبابات، لكن طبعا في النهايه كان لازم الالتزام بالمسافه والفكره اللي موجوده للحرب والخطه. رجعت الجنود تاني. القياده المصريه كان هدفها ان احنا نسترد جزء من الاراضي ونتفاوض على استعاده الباقي بالمفاوضات. الحرب الشامله ما كانتش من ضمن الخطه، وده كان سبب الخلاف مثلا بين السادات وبين القاده العسكريين، ان في قاده عايزين حرب شامله نطهر سينا تماما. السادات قال انا هقف هنا وهكمل باقي مفاوضات. مع استمرار المواجهات من بعد 6 اكتوبر هنوصل ليوم 23 اكتوبر، يوم
يوم فيصلي جدا في تاريخ مدينه السويس. بعد معارك عنيفه من 6 اكتوبر ليوم 23 اكتوبر خاضها الجيش المصري على الجبهه، بدا يبقى في عبور مضاد للقوات الخوارزميات. كان هدفهم او الخطه ان هم يعبروا ب2 لواء مدرع. هو حسب ما قريت يعني ان اللواء المدرع ده بيبقى فيه اكتر من 200 دبابه. كان هدفهم انهم يخشوا مدينه السويس. كانوا بيقابلوا في النص في الطريق بتاعهم جنود من اداريات يعني تسليحهم خفيف، ومواطنين عاديين جدا يعني هم مش تسليح اصلا، الا ان القوات القليله دي وصلت ال2 لواء اللي فيهم اكتر من 200 دبابه الى انهم 17 دبابه بس في مدينه السويس. كل ده تم تحييده من قبل الناس دي. بطولات غير طبيعيه. الجيش الثالث الميداني عمل بطولات وملحمه غير طبيعيه في الحرب دي. المواطنين والجنود حتى الاداريين عملوا معركه كبيره جدا. ده غير سلاح الطيران المصري اللي عمل اعظم معركه في التاريخ وقتها، وما زال بيدرس منها اشياء كتيره جدا في العلوم العسكريه. انما احنا ما نقدرش نلخص كل ده، وما تعتبرش ان الحلقه دي ملخص كل الحاجات العظيمه اللي حصلت، لان احنا لو عايزين نعمل حاجه تلم كل ده محتاجين حلقات كتيره جدا. يعني لو انت مهتم بقى تعرف الحاجات دي فانت قول لنا في الكومنتات نعرف لو حد اتفرج. يعني خلصت الحرب، خدنا حقنا بايدينا، ردينا حرب ال6 ايام في 6 ساعات. لذلك ده كان رقم 6، ده كان رقم مهم جدا. كل سنه لما بيعدي علينا ذكرى حرب اكتوبر بحس ان عايز احكي كل التفاصيل دي. للاسف ساعات بتحكي مع ناس اصغر منك سنا بحس ان هم مش عارفين العظمه والحاجات دي حصلت. الشعب المصري دفع كل ثمن الحرب دي لسنين. مصر نفسها كبلد دفعت ثمن الحرب دي لسنين كتير، بس خدنا حقنا. ما تنساش بقى وانت بتتفرج لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل شير. الحلقه مش هتتشاف غير لو عملت لها شير، ومش محتاجين نتكلم عن الاسباب، انا وانت فاهمين. ما تنساش تدعي لاخواتك في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان واليمن والعراق وليبيا، ربنا يسترها على قطر. كنت معاكم انا محمد فريد، ودي قناه معماريين. سلام.